السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أم أحمد المصري لفرش شعر عرايس بسواق وأسود. سامي بسم الله ونقول بسم الله ما شاء الله، ربنا يهني ويبارك للعروسين يا رب ويجمع بينهم في خير. معكم فيديو جديد من فيديوهاتي في فرش شعر عرايس. صورت لكم قبل دي حاجة النيش. أول حاجة طبعا لازم نفتحها كلها عشان نعرف نشتغل ازاي. بنخرج الصيني طبعا من الكراتين بتاعته كل حاجة. ده الشكل بعد ما اتفرش. اللهم بارك. ده شكل النيش والدلسوار والسفرة. احنا طبعا هنا خلصنا بدري جدا كمان، بس كان في مشكلة ان احنا ما فرشناش السجادة علشان كان لسه الستائر مركبتش، فهي دي كانت المشكلة الوحيدة اللي قابلتنا عشان منفنش يعني. ده النيش. اللهم بارك ان حطينا طقم كاسات كريستال RCR مع طقم كاسات بوهيمي ذهبي. بصراحة الاتنين مع بعض كانوا عاطين شكل جميل جدا. بحب الالوان الهادية، مش بحب الالوان كتير. ده طقم خشاف، وحطينا برضو معاه طقم كاسات كريستال RCR برضو الذهبي وكريستال ماشيين مع بعض حلو جدا، بيدوا شكل حلو. طبعا كل ما الحاجة كانت بسيطة ورقيقة كل ما كان أحلى أكيد. ده طقم الصيني اللهم بارك برضو شكله مميز جدا، هادي كده ورقيق وفي رسمة ذهبي بسيطة. ده بقى طقم صيني حطيناه على يعني هو نص طقم صيني حطيناه على رفين. حطينا طقم الفناجين القهوة وفناجين الشاي من فوق وباقي الأطباق من تحت. ده شكل الضرفة الأولانية. الحاجة كل ما كانت بسيطة ورقيقة زي ما قلت لكم بيكون أحلى. كمان اللي بيحلي الحاجة أكتر حكاية المراية بتبقى في ظهرية النيش، برضو أنا بحبها جدا. بتنور النيش بصراحة. يعني النيش اللي بحسه من غير مراية مش بيدي الحاجة، مش بتظهر فيه، لكن لما يكون في مراية من ورا الحاجة بتظهر تبقى أحلى. هنا ده طقم كاسات لونه سيلفر. دول طقمين كاسات عشان هما لون واحد فقعد رصتهم مع بعض. ده كان طقم عشاء برضو حطيناه كده زي الطقم الصيني، رصيناه على رفين. العروسة هنا هتلاقوا ذوقها هادي جدا، بتميل للحاجات الرقيقة السيمبل. هنا فوق حطينا طقم كوبايات عصير وكوباية شاي بس لونهم ذهبي. ده الدلسوار حطينا هنا. ده بقى طقم العشاء ومعاهم، وتحت هنا في الرف اللي تحت حطينا شنطة المعالق. ده بقى طقم العشاء. الفيديو ده اللي هو للناس اللي بتحب الحاجة السيمبل بحاجة البسيطة، الحاجة الهادية. هنا حطينا دي طقم صواني فضي برضو مع طقم كاسات جيلي، وتحت حطينا طقم صواني خشب. زي ما قلت لكم الحاجة هنا كانت هادية وبسيطة ورقيقة جدا. ده شكل الدلسوار، ودي السفرة حطينا عليها شيالة سيلفر، وده شكل النيش. اللهم بارك، ربنا يسعدها ويهنيها يا رب. هنا دي اوضه النوم. زي ما قلت لكم برضو هنا برضو ما فنشناش علشان يعني مش ما فنشناش كل حاجة، هو كل حاجة اتعملت بس ما فضلش على فرش السجاد بس. دي التسريحة. سرير برضو لان بصوا انا لما بلاقي العروسة ذوقها هادي وبسيط كده بزين لها حاجة بسيطة، فهنا زينت لها السرير بحاجة بسيطة. كنت بس في حاجة برضو عايزة اوضحها في الفيديو هنا، بالنسبة لمفرش الفرح اللي هو بيتفرش اللون اوف وايت، اللي هو اسمه بديل الدرابية المفرش التركي. المفرش التركي يا جماعة فيه منه أشكال وأنواع كتير جدا، فاحنا لازم ناخد بالنا من حاجة.
في ناس بتبيع الحاجة اللي خامتها مش حلوة بسعر الحاجة اللي خامتها كويس، فاحنا ناخد بالنا من، يعني ما نبصش على الصورة وناخد على اساس الصورة، لا لازم تمسكي الحاجة، يا اما تجيبي الحاجة تجيبي المفرش من مكان مضمون، ومش بس المفرش، لازم تكوني جبتي كل حاجتك من مكان مضمون، تاخدي الحاجة عن ثقة. هنا دي ضرفة الدولاب حاطينها فوق بطانيتين، ده هنا رف عملناه للفوط. زي ما قلت لكم ان العروسة بتميل للحاجة البسيطة الرقيقة، وانا كمان رصيت لها الحاجة ما فيهاش زيطة كتير، حاجة كده رقيقة وسيمبل جدا. هنا دي طاقة ملايات برضو زينتها لها، ودي كوفرتايات برضو رصيناها بالرصة دي، انا بصراحة عجبتني جدا الرصة دي. هنا دي بطانية، ودول فوط تركي برضو، والناحية التانية بطانية. لو وصلتوا معايا الفيديو لحد هنا ياريت ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكوا كل جديد في فيديوهاتي. طبعا لو شغلي عجبكم، تحت هنا دي حطينا الهدوم الشتوي، حطينا ليه اللحاف من تحت لان انا فرشت الشقة دي كان في عز البرد، فحطينا اللحاف تحت بحيث ان العروسة لو حبت تستخدمه يبقى سهل عليها يعني. برضو لما بقول لكم على حكاية المفرش، لاني بشوف بصراحة يبقى المفرش غالي لكن تيجي تفتحيه وتلاقيه خامة خفيفة جدا، وكمان لا طول ولا عرض، لا هو مال السرير في الطول ولا في العرض، تلاقيه صغير على السرير وشكله مش حلو. فنخلي بالنا من الحكاية دي، ياريت لو هتجيبي حاجة زي كده هاتيها من مكان مضمون. دي دفاية وجنبها لحاف، طبعا انتوا عارفين مش بصور ملابس الخاصة. دي هنا الحاجات الصيفي، وعملنا رف للشنط، الهدوم الصيفي ورف للشنط، وطبعا هنسيب رف للعريس. ده من ضمن النظام بتاعي طبعا ان انا لازم اسيب رف للعريس، الا اذا كان هو خلاص مش عايز فبنسيب له في اوضه الاطفال. ده شكل النهائي لاوضه النوم. دي اوضه الاطفال. هنا زي ما قلت لكم برضو هتلاقوا حاجه جديده، هنا العروسه ما حبتش تجيب المفرش التركي للاطفال، حبت تجيب اللي هو الطقم الكوفرتا بالملايه، بصراحه برضو حلو جدا، وعندي ده احسن 100 مرة من طقم مفرش الفرح، من اللي هو زي ما قلت لكم خامة مش حلو. زي ما قلت لكم هنا برضو الستار كانت لسه ما ركبتش، فالعروسة هنا اكتفت بالمفرش الكوفرتا والملاية. وانا برضو من نصيحتي لو انت خايفة تجيبي المكان ما يكونش الحاجة مضمونة، فهاتي حاجة زي كده كوفرتا وملاية، او مفرش لو انت مثلا في شتا مفرش قطيفة بس يكون لونه فاتح مثلا ويتحط بدل المفرش التركي. ده لحاف كبير، تحت دفاية وجنبها ملايات الأطفال، لا وتحت الحاف، لا هو الحاف أطفال. هنا افتكرت العروسة هنا كانت جايبة لحافين شبابي، ما حبتش تجيب الحافات الأطفال فجابت لحافين شبابي قريبين من بعض. تحت هنا جمعناها برضو شوية فوط. ده شكل الكوفرتا، عجبتني الفكرة برضو، واتمنى يكون شغل عجبكم، واستناكم في فيديو جديد ان شاء الله، فرش العرايس. اشوفكم على خير، مع السلامة.